بعض كسوريين مستقبل سوريا، سواء بالنظام اللي نحن يعني اشتغلنا عليه كل هالسنوات، النظام اللامركزي اللي نحن يعني نشتغل عليها، ونحن هذا هو هدفنا بسوريا المستقبل، النظام اللامركزي. لكن مشروعنا الديمقراطي اللي من 2013 فينا نقول ب 2012 ثورة 19 تموز هي دائما كانت ثورة الحريصة على توحيد السوريين جميعا يعني. فلهذا السبب هدفنا واضح، ويعني بعتقد كل الحضور هذا هو هدفهم. وضمن المداخلات رح تطلع يعني بيان ختامي بهذا الموضوع، كل المداخلات رح تكون مدونة. تنهي بالدرجة الأولى أفكار الاحتكار، ونفس الوقت تكون هناك تقارب حقيقي بين السلطة والشمول فيها، أولا العدالة، ومن ثم الشراكة، ومن ثم التمثيل الحقيقي لجميع فئات المجتمع الشعب السوري بين الحكومة المركزية والمحلية والإدارات المحلية. بعد سنوات من الحكم نرحب بكم مرة أخرى في هذه الجلسة الحوارية المجدرة التي نلتقي فيها تحت عنوان من اللامركزية إلى دستور وطني نحو شراكة نسوية فاعلة في بناء سوريا جديدة. طبعا هذه عنوان يحمل رسائل سياسية عميقة للمرحلة التي تمر بها سوريا. نلتقي اليوم بنفس الوقت في وقت حساس اللي هي تمر فيها سوريا بتحولات معقدة، وجميعنا نتابع كل التطورات التي تحصل في المنطقة تفرض علينا ليس فقط نساء بل رجالا ونساء أن نعيد التفكير بمسارنا السياسي ونفس الوقت مسارنا الاجتماعي، ونطرح بكل الجراءة الأسئلة الكبرى على اتخاذ قرارات محورية في الدرجة الأولى تربط المصالح الخاصة. التطبيق اللامركزي اليوم في سوريا حقيقة يعد خطوة حاسمة، فإن اللامركزية حقيقة نقولها بكل الوضوح لا تعني انفصال ولا تعني التقسيم ولا تعني التفكك. والفعلي لمشروع اللامركزية أو لنظام اللامركزية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أولا حماية حقوق المرأة، تعاني العديد من الظلم المزدوج، أولا الظلم المجتمعي الذكوري وظلم النظام المركزي اللي ما بتراعي احتياجات الخاصة للمواطنين السوريين في إطار اللامركزية. في نفس الوقت يمكن يمنح للمرأة فرصة أفضل للحصول على التعليم وعلى الرعاية الصحية وعلى المشاركة السياسية والاقتصادية والعسكرية في أغلب المحافظات السورية. اللامركزية أيضا ستؤدي إلى توزيع أكثر عدالة للموارد بين المناطق المختلفة، بحيث تتيح المجال لمناطق الفقيرة والمهمشة في نفس الوقت التي غالبا ما تكون في الأطراف الفرصة لتطوير نفسها وفق الاحتياجات الفعلية للمرأة في هذه المناطق، أيضا دورا حيوي في تحديد أولويات التنمية، وهذا الشيء يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة بشكل عام. علاوة على كل هذه النقاط التي ذكرناها، اللامركزية اليوم حقيقة توفر فرصة لإعادة النظر في تشريعات والقوانين المتعلقة للمنطقة بشكل عام وإلى حقوق المرأة بشكل خاص. إذا المرأة السورية على مدار سنوات من الحرب أثبتت جدارتها بكل الثقة وبكل الصمود، عنصرا محوريا في الحوار المجتمعي ونفس الوقت في الحوار السياسي والوطني. فالمشاركة النسوية الفاعلة في المؤسسات وفي المجالس ستكون هي بمثابة حجر زاوية لتوفير لإحاطتك بالأمور النوعية وأيضا الأفكار النوعية لهذه المحاضرة أو هذا اللقاء خلينا نسميه. ولكن نحن قبل ما نقترح أي شيء أيضا بدنا نحط نحن ما هو السبب. الدكتورة شفيعة سلمان جامعة كوباني. أول شيء ما هي كل دواعي أو بعض دواعي مطالبتنا نحن باللامركزية أو بالدستور الجديد. خلينا نفسر بعض الأمور. أول شيء من دواعي هذه المطالبة كما أرى شخصياً وكما يرى معظم من أتحدث معهم هو معالجة إخفاقات الحكم المركزي المطلق
وكان كثير بيروقراطي بدل الديمقراطيه اللي نحن عم نسعى لها. كان هو عنده نوع عميق من الديمقراطيه او التهميش لبعض المناطق في اجزاء الوطن الحبيب سوريا. ثانيا تعزيز المشاركه المحليه وتمكين المجتمعات من اداره شؤونها كأولوية للمصالحة وبناء الثقة على المستوى المحلي في وطننا الحبيب. نحن عم نحكي على سوريا فقط، ما نتجاوز كلامنا عن ما يخصنا. تحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات وإعادة الأعمال. أيضا ما هو، خلينا نفسر أكثر ما هو الدستور السوري. طبعا الدستور السوري كله بمخيلتنا أو تحقيق الأهداف التي يناضل لأجلها كل المكونات الشعب السوري. له لا باليسار ولا باليمين أو حزب أو سلطة أو طائفة، هو ببساطة اصطفاف مع اتجاه تطور البشرية تاريخيا من مكونات صغيرة نحو البنى الأوسع، الأسرة، فالعائلة، العشيرة، الدولة. سورية كلها أسئلة أتساءل فقط. بودي أن أتساءل كم أسئلة للحضور ولحضرة الديوان. أولاً يجب أن نضع كل الأشياء بمسمياتها. الوطنية، ما هو مفهوم الوطنية عند مكونات الشعب السوري؟ الندوة الحوارية القيمة التي كنا بحاجة لها وإن تأخر، لكن مسألة اللامركزية هي مرتبطة بالذهنية. سوري دار نشتي جرك المحكمة ببي للسر سياستي كنت هندري سوري داكري يافسا تخاصتي سوري بارجا بكي. آدين وكسي كنها حكومة انتقالي كهاتي يعني نا بديلكي سياسية نا بديلكي تهندري حكم دا وانا هيرو زارو كي ما بدست وانا هاتنا شهيد خستنو.